هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده عن حاجه انا عارفه ان انا عمري ما كلمتكم عليها، علشان كده انا حاسه ان انا متوتره كده شويه، وهو المسلسلات التركي. بقالي تقريبا 4 سنين على يوتيوب ولا مره كلمتكم على اكتر حاجه بحبها في حياتي وهي المسلسلات التركيه. ففيديو النهارده اقول لكم فيه على اكتر مسلسلات حلوه انا عن نفسي بحبها. وحقيقي لو انتوا حاسين بالملل في الشتاء، حاسين ان الوقت مش بيعدي، حاسين باي حاجه، حاسين ان انتوا متضايقين ومكتئبين، لو اتفرجتوا على المسلسلات دي هتنسوا الدنيا كلها. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعملوا في الانستجرام بتاعي، يلا بينا نبتدي الفيديو. اول مسلسل وهو جنال شيلين. جنال شيلين كان من المسلسلات اللي كانت السبب اللي خلتني اجيب درجه وحشه جدا في ثالثه اعدادي في الترم الاولاني، يعني لو هنعتبر ان 85% دي درجه وحشه يعني. فالمهم من كتر ما انا كنت ابسطت بالمسلسل ده وكنت بقعد بس علشان اتفرج عليه. المسلسل ده بيتكلم عن اتنين، البطل والبطل. البطله كانت بتبيع ورد في منطقه شعبيه جدا، والبطل كان ميوزيشن. وانا كنت منبهره عموما بتوبا بيكستن وجانسل اليتشن. توبا بيكستن بنت في منطقه شعبيه لكن كان صوتها في حاجه حلوه. جانسل اليتشن اللي هو كان مراد شاف فيه حاجه حلوه احنا لحد دلوقتي مش فاهمينها، مش عارفين ازاي الصوت اتحول من كده لكده، لكن المهم ان صوتها اتحول 180 درجه، بقى صوتها حلو قوي. طبعا هو اللي علمها علشان كان عايز يقدمها في حفله، والحفله دي المفروض كانت كل اسطنبول هتشوفها او كل تركيا وكمان كل العالم. في الاول خالص كانوا الاتنين بيكرهوا بعض، هي قبلت ان هو يساعدها بس علشان الفلوس، وهو كان متراهن على صوتها مع صاحبه. فالمهم ان القصه كلها بتاعت المسلسل بتدور في الحته دي. المسلسل حلو قوي، المسلسل مسلي جدا، من اكتر المسلسلات الحلوه اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. تاني مسلسل وهو كراليك اشك. كراليك اشك انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يكون ما شافوش، اللي هو اسمه بالعربي حب للايجار. انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يكون ما شافوش. هو كان ظهر في 2015 دي كانت بدايه بقى ما انا دخلت الكليه. المسلسل ده عارفين المسلسلات اللي تقعدوا تسهروا عليها كده في التليفون، مش كمان في اللابتوب او اي حاجه، لا في التليفون وانتوا خلاص داخلين تناموا. هو ده المسلسل اللي بجد انا كنت بقعد بسهر فيه 10 حلقات بس علشان اقعد اتفرج على المسلسل ده. كان بيتكلم على دفنه اللي هي البطله دي كانت بتشتغل في مطعم مشهور جدا، والمهم ان هي اتقابلت بشكل او باخر مع البطل اللي هو المفروض كان عمر. كان مصمم احذيه بس كان عنده شركه كبيره جدا. المهم البنت دي بعد قصه بجد مش عايزه ان انا احرقها لكم لو كنتوا بجد ما شفتوش المسلسل ده. البنت دي بقى بتشتغل سكرتيره، كانت واحده مأجراها، كانت قريبه عمر ده، كانت مأجراها بس علشان تخلي عمر يحبها ويتجوزها علشان الميراث ما يخرجش بره العيله، وكانت هي عايزه تاخد الميراث، عايزه تحافظ على الفيلا اللي هي كانت عايشه فيها. من كل ده البنت كانت متأجره المفروض علشان بس تخلي عمر يحبها، لكن في الاخر خالص اتجوزوا. حقيقي مش عايزه احرق لكم المسلسل لو ما كنتوش شفتوه، بس هو مسلسل حلو قوي قوي قوي، ممكن تقعدوا تشوفوه بجد مش هتزهقوا خالص. ثالث مسلسل وهو سان شالكا بيمي او انت اترك بابي. بجد برضو المسلسل ده من كتر الفيديوز اللي اتعملت عليه انا ما اعتقدش ان في حد ما شافوش، بس ان كيس ان انتوا ما شفتوهوش فهو برضو كان بيتكلم على نفس الفكره، وهي بنت وولد، بس الولد المره دي هو اللي اجر البنت علشان تعمل ان هي حبيبته، علشان هو كان زهقان من كتر ما اهله كانوا عمالين يزنوا عليه علشان هو يتجوز. فالبنت دي كان هو السبب ان هي تخسر المنحه بتاعتها، وبعد كده هي ما كملتش دراستها خالص. فكان في ندوه في الجامعه عندها ندوه والراجل ده كان هيحضرها، عشان كده هي راحت تحضر الندوه دي علشان بس تقف وتهزقه قصاد الناس كلها وهزقته. بس المهم المسلسل راح بينا وجي برضو، وفي الاخر خالص حبوا بعض واتجوزوا. بس المسلسل بجد جميل طويل، لو انتوا زهقانين تتفرجوا عليه. روم كوم يعني رومانسي وكوميدي في نفس الوقت، فحقيقي من احلى برضو المسلسلات اللي ممكن تتفرجوا عليها في حياتكم. رابع مسلسل وهو هارياردسان او انت في كل مكان. المسلسل ده بقى بصوا انا بجد لو انا عايزه اقعد اضحك انا بس بقعد اتفرج على اول حلقه في المسلسل ده. المسلسل ده بيتكلم على اتنين مأجرين نفس المكان علشان يعيشوا فيه، والاتنين دول ما كانوش عايزين يسيبوا المكان ولا حد فيهم كان عايز يسيب المكان للتاني. فالمهم الاتنين اضطروا ان هم في الاخر يعيشوا في نفس المكان. فجأة البنت راحت ليه شغلها عادي، بس المدير بتاع الشركه كان ساب الشركه وجاب مدير تاني مكانه. فالبنت اكتشفت ان الراجل اللي معاها في البيت اللي مأجرين البيت وعمالين يتخانقوا قبل ما ينزلوا ويروحوا شغلهم هو نفس المدير اللي موجود في الشركه. فالمسلسل ده برده بصوا لو انتوا عايزين تضحكوا بس اتفرجوا عليه. ده بقى مش بس تضييع وقت، هو بجد يعني هو فعلا هتقعدوا بس تضحكوا. لو انتوا عايزين تضحكوا اتفرجوا على المسلسل ده بس. خامس مسلسل وهو تاتلي انتقام او الانتقام الحلو. المسلسل ده بقى بيفكرني جدا بالعيد، ما تسالونيش ليه، بس انا فاكره ان انا اول مره اتفرجت عليه كنت خلاص قبل العيد على طول او بعد رمضان، مش فاكره قوي الصراحه. بس المهم المسلسل ده بيفكرني جدا بالعيد. المسلسل ده بيتكلم على بنت وولد. البنت دي كانت غنيه جدا وعلى طول لبسها حلو، على طول
طول شكلها حلو، على طول كل الناس بتحبها، والولد كان شكله مش حلو خالص، كان طالع له حبوب في وشه وشكله ما كانش احسن حاجه يعني. والاتنين كانوا موجودين في نفس الكليه مع بعض. المهم الولد كان بيساعد البنت جدا، كان بيقعد يعمل لها الهوم وركس بتاعتها، كان بيقعد يعمل لها حاجات كتير قوي، كان بيقعد يساعدها في اي حاجه ليها علاقه بالدراسه وكده. والبنت طبعا ما كانتش شايفاه خالص، لكن هو كان بيحبها قوي. فيا عيني هو راح قال لها ان هو بيحبها في نص الكليه، لكن هي قالت له قصاد كل الناس انت شكلك وحش وانا ما بحبكش ولا بلا بلا. المهم في الاخر خالص الولد يا عيني جاله اكتئاب وسافر بره وبقى شيف مشهور جدا. رجع من بره في نفس اليوم اللي هي كانت هتتجوز فيه، لكن اللي كانت هتتجوزه هرب وسابها في الفرح، وهو طبعا كان فرحان فيها جدا. لكن في الاخر خالص هي كانت مقتنعه ان هي عملت حاجه وحشه في حياتها، فكانت عماله تدور بقى على مين اللي عملت في حياته حاجه وحشه، افتكرته فراحت علشان تصالحه. وهو حرفيا طلع عينها طلع عينها، يعني خلاها تمسح الارض وتساعده في المطعم وتعمل حاجات كتير. المهم في الاخر خالص انهم حبوا بعض وبرده اتجوزوا. المسلسل اللي بعد كده اسمه كلب اتاش او نبضات القلب. نبضات القلب ده انا ما بتفرجش عليه ابدا غير علشان اول حلقه بس. يعني انا اول ما بحس ان انا عايزه اشوف حاجه تفرحني كده وفي نفس الوقت هي رومانتك وفي نفس الوقت دراما، يعني مش حاجه بتضحك قوي بجد، انا بلجأ للمسلسل ده، وبالذات بلجأ لاول حلقه. الفكره في المسلسل ده ان هو فيه تويست كده غريب. انا على طول بحب المسلسلات اللي ليها علاقه بالدكتورز اللي بيبقوا في مستشفى وبيحبوا بعض وكده، لكن المره دي الاثنين الابطال حبوا بعض بره المستشفى. اصلا البطل كان دكتور، لكن في مرحله ما من حياته هو ساب الطب وراح يدرس في مدرسه، والبنت كانت طالبه في المدرسه دي. البنت دي كانت من الناس المشاغبه جدا، كانت من الناس اللي ما بتحبش المذاكره خالص، لكن بسبب البطل ده هو خلاها تحب المذاكره وخلاها ان هي تطلع دكتور في الاخر، خلاها تحب الطب من الاخر. يعني ان حصل تويست كده في النص بجد مش عايزه احرقه لكم خالص، والبطل خلاص ساب المدرسه والبنت كمان خلاص اهتمت بدراستها. في الاخر خالص اتجمعوا في نفس المستشفى، بقى هو طبعا اعلى منها شويه، لكن الاثنين بقوا في نفس المستشفى وبداوا ان هم يشتغلوا مع بعض. وبجد المسلسل ده من اكتر المسلسلات اللي انا بحبها قوي قوي، مش عارفه اوصف لكم انا بحبها ازاي. المسلسل اللي بعد كده اسمه يكسكس سوسايتي او الطبقه المخمليه. المسلسل ده للاسف ما كانش مشهور خالص، لكن هو من اكتر المسلسلات اللي انا بحبها بسبب الميوزك بتاعته. هو مسلسل لايت قوي، يعني مسلسل في الصيف ممكن نتفرج عليه. انا عاده في مسلسلات كده اول ما يبدا الربيع يجي انا بحب ان انا اتفرج عليها، ده من المسلسلات اللي انا لازم اتفرج عليها في بدايه الربيع كده. المسلسل بيتكلم عن بنت غنيه جدا، لكن هي اهلها كانوا بيكرهوها جدا. البطل كان ليه صاحب، الصاحب ده كان غني برضو قوي، لكن الفكره ان هو كان اهله عايزين يجوزوه فهو ما كانش عايز يتجوز، فراح خلى البطل ده ان هو يروح يقابل البنت دي، وراح طبعا قابل البنت دي، لكن حصل تويست كده في النص خلاه يكره البنت دي جدا علشان هي غنيه وشايفه نفسها وبتكلم الناس بطريقه وحشه وكده، لكن دي ما كانتش الحقيقه خالص. المهم ان بعد كده الاثنين بقوا يشتغلوا في نفس المكان. البنت علشان اهلها كانوا بيكرهوها جدا ما كانوش عايزينها تمسك اي حاجه في الشغل، فراحت اشتغلت في سوبر ماركت. ما بجد هو بصوا المسلسل في الحلقات الاولانيه فيه كذا تويست كده ممكن يكون غريب في الواقع، لكن هو ده حصل في المسلسل وبجد المسلسل كان حلو قوي. فالمهم الاثنين بقوا بيشتغلوا في السوبر ماركت، هو بقى المدير وهي بقت اللي بتشتغل في السوبر ماركت، وبرده الاثنين فضلوا يحبوا بعض لحد ما اكتشف في الاخر ان هي غنيه وكانت بتضحك عليه وكده. فالمسلسل برده حلو جدا، ده بجد اديله ريت 10 من 10 بس بسبب الاحساس اللي هو بيوصله لي بتاع الميوزك بتاعته وبتاع الشخصيات كمان. المسلسل ده بقى بصوا هو كان مشهور جدا، كان في بدايه التيك توك ما بدا يظهر كده قوي، وكان كل الفيديوز تقريبا معموله عليه، كان بيجي كتير جدا على فيسبوك، كان بيجي كتير جدا على يوتيوب، لدرجه ان انتوا كل ما تفتحوا كل مكان هتلاقوا ناس بتتكلم عن المسلسل ده، وهو اسمه بهات ايون او لعبه الحظ. لعبه الحظ كان المسلسل حلو جدا جدا وبيضحك بسبب البطله هي كان جامري. المهم ان المسلسل ده من احلى المسلسلات الروم كوم اللي ممكن تتفرجوا عليها، وهو بجد كوميدي بسبب حركات البطله. يا عيني هي البطله يعني بتتحط في مواقف كده هي ملهاش فيها خالص. البطل وهو برضو كان صاحب شركة، والبطلة كانت بتشتغل عنده في الشركة دي. سببا ما البنت دي كانت بتحب ولد، والولد ده خانها او سابها ايا كان يعني، فراحت اشتغلت في الشركة دي. والاتنين دول اللي هو البطل والبطلة انا مش عارفة ازاي، يعني مش قادرة افهم ده ممكن يحصل في الحياة الواقعية ازاي، بس المهم ان هي وعيلتها راحوا سكنوا في بيت المدير. انا مش عارفة ازاي لحد دلوقتي ده ممكن يحصل بجد في الحياة الواقعية، بس المهم ان ده حصل في المسلسل. بجد المسلسل حلو قوي برضو، لو عايزين تضحكوا اتفرجوا عليه. بس بصراحه يعني هاري رارديسان هو بيضحك اكتر، بس برضو المسلسل ده بالنسبه لي يعني عارفين مسلسل لايت ان انتوا تقعدوا كده تسهروا عليه لو انتوا بس مكتئبين وعايزين حاجه تضحكوا، فبجد مسلسل حلو قوي. مسلسل كراز ميفسمي
او موسم الكرز. المسلسل ده بقى انا كنت obsessed بيه في ثانويه عامه بسبب جنال شلين اللي هو اول مسلسل خالص. كنت بحب جدا الارت، لكن المسلسل ده جه اكد لي على اني فعلا بحب الارت والفاشن جدا، علشان البطله كانت بتدرس ارت، كانت بتدرس فاشن ديزاين، والبطل كان عنده شركه هندسه هو وصاحبه. المهم البطله دي كانت بتحب صاحب البطل ده، لكن صاحب البطل ده ما كانش شايفها خالص، فالبطل ده بيحاول ان هو يساعدها ان هو يخلي صاحبه يشوفها. ففي الاخر خالص طبعا صاحبه هو اللي بيطلع سيرد ويل، والاثنين دول بيحبوا بعض، وفي الاخر خالص المسلسل بيدور حواليهم. بجد برضو من احلى المسلسلات الكوميديه، وفيها دراما، وفيها طبعا حتت رومانتك شويه. بجد المسلسل برضو حلو قوي وطويل لو انتوا بتحبوا المسلسلات طويله. انا بصراحه كان عندي خلق المسلسلات الطويله دي وانا صغيره. دلوقتي بحس اللي هو اوكي انا عايزه اخلص، الا لو مسلسل بجد تحفه زي مثلا مسلسل القضاء. انا برضو مش عايزه اكلمكم على كل المسلسلات دلوقتي في الفيديو ده عشان ما تزهقوش يعني، بس بجد المسلسل ده حلو قوي وطويل، وممكن تقعدوا تسهروا عليه كده ومش هتملوا خالص. اخر مسلسل وهو اونوتو الماز. اونوتو الماز انا مش هقول لكم غير ان انا كنت بقعد من الدروس علشان اقعد اتفرج عليه، او كنت بتحجج مثلا اللي هو انا ذاكرت وانا ما ذاكرتش خالص بس علشان اقعد اتفرج على المسلسل ده. اونوتو الماز بيتكلم على اتنين، بطل وبطله. البطله كانت برضو بتدرس فاشن ديزاين. هتلاقوا ان كل المسلسلات اللي انا بحبها واللي انا بروح لها ليها علاقه بالارت، يا اما بقى ميوزك، يا اما رسم، يا اما فاشن ديزاين، ايا كان. مهم كل المسلسلات اللي انا بحبها بتروح في نفس الحته دي. والبطل كان عنده شركه، والبطل كان بيشتغل معاه اخت البطله، لكن هم ما كانوش يعرفوا ان هم يعرفوا بعض من الاخر. فالمهم ان البطل قابل البطله وما كانوش يعرفوا خالص ان في اخت البطله اللي هي المفروض اصلا هو كان بيحبها الاول وتقدم لها، لكن هي ما كانتش ردت عليه خالص. فراح وحب البنت دي واتقابلوا وخرجوا وسافروا وكل حاجه. في الاخر خالص رجعت اخت البطله وقالت له اوكي انا موافقه ان احنا نتجوز. فطبعا الدنيا اتقلبت والمسلسل اتشقلب، والبنت دي كرهت حياتها وحاجات كتير قوي كده. المهم ان نهايه المسلسل ده حلوه قوي، برده من المسلسلات الطويله مش هتزهقوا انتوا تتفرجوا عليه. صدقوني صدقوني بجد مسلسل حلو قوي 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 وهيعجبكم. بس كده دي كانت المسلسلات التركيه اللي المره دي حبيت ان انا اكلمكم عليها. بس الفيديو ده عارفين اللي هو بعمل كده تيست اذا كان الفيديو ده هيعجبكم ولا لا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب، واعملوا في الانستجرام تاعي، وباي باي.